يلا نعمل تتبيلة جديدة للفراخ ومعاها شوية خضار شارب من التتبيلة وعامل صوص جميل جدا. يلا نشوف عملناها ازاي. في طبق هنزل بكوباية من الزبادي، معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا وبهارات الفراخ. هنزل كمان بعصير ليمونة وهقلبهم كويس لحد ما يبقوا معجون بالشكل ده. هجيب الفراخ وهبدأ ان انا ادعكها كويس بالتتبيلة وادخل التتبيلة جوه الجلد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هغطيها بقى بستريتش وهسيبها في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم قطعت 3 بطاطسات وجزرتين وطماطمتين وفلفل اخضر شرايح وبصل احمر شرايح. نزلت كمان بمعلقتين كبار من معجون الطماطم، معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. نزلت برشة من الزيت على الخضار، وبعد كده بدأت احط الفراخ ونزلت بباقي التتبيلة على الفراخ، ونزلت برشة من الزيت على الفراخ علشان يدوا قرمشة ولمعة حلوة لجلد الفراخ. غطيت الصينية بورق زبدة ورق فويل ودخلتها الفرن لمدة ساعة. بعد كده شلت الفويل واديتها تحميرة تحت الشواية لمدة دقيقتين 3، وبس كده صينية الفراخ بالخضار بقت جاهزة معايا.